كتير من الناس ملاك أو مستأجرين بيتعرضوا لمشاكل كبيرة بعد انتهاء عقد الإيجار. المالك ممكن يتفاجئ إن المستأجر رافض يسيب العين المستأجرة رغم انتهاء مدة الإيجار، ويدخل في دوامة قضايا طويلة ومعقدة. وفي المقابل المستأجر ممكن يتظلم لما المالك يمنعه من الانتفاع بالعقار أو من العين المؤجرة رغم إن لسه مدة العقد ما انتهتش. والسؤال هنا، هل في حل قانوني بسيط وسريع يلزم كل طرف باحترام الاتفاق سواء مالك أو مستأجر بموجب عقد الإيجار؟ الحل فعليا موجود بنص القانون، وده اللي هشرحه ليك دلوقتي خطوة بخطوة. في الفيديو ده تعرفوا يعني إيه صيغة تنفيذية لعقد الإيجار، وإيه الشروط اللي لازم تتوافر عشان العقد ياخد الصيغة التنفيذية، وإيه خطوات التنفيذ بالإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار بدون أي قضايا. عشان نفهم الموضوع صح لازم نبدأ من الأساس. أولاً، إيه هي الصيغة التنفيذية؟ الصيغة التنفيذية ببساطة هي أمر من الدولة للجهات المختصة إنها تنفذ اللي مكتوب في عقد الإيجار حتى لو باستخدام القوة. يعني العقد الموثق بالصيغة التنفيذية مش مجرد ورقة، لأن ليه قوة تنفيذية ملزمة للطرفين، وده اللي أكدته المادة 280 من قانون المرافعات، واللي جاء فيها إن السلطات لازم تساعد في التنفيذ لو طلب منها ذلك حتى لو بالقوة. بمعنى أوضح، عقد الإيجار الموثق بالصيغة التنفيذية مش بس حماية قانونية، ده ضمان حقيقي لحق الطرفين سواء مالك أو مستأجر. ثانيا، شروط وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار. طيب، عشان عقد الإيجار يوصل للدرجة دي من القوة لازم تتوافر فيه شروط محددة. أول شرط إنه يكون مكتوب وخاضع للقانون رقم 4 لسنة 96. تاني شرط أن يتم إثباته في الشهر العقاري بحضور الطرفين معا، المؤجر والمستأجر، ولو واحد منهم غاب وقت التصديق على العقد الموظف هيثبت التاريخ بس بدون الصيغة التنفيذية. وده لأن الصيغة التنفيذية عشان يتم تضمينها بعقد الإيجار لازم العقد يكون ثابت لا يقبل الإنكار أو الطعن بالتزوير من أي طرف من الطرفين، وده ما يحصلش إلا بحضور الطرفين. ثالث شرط، لازم الالتزامات اللي في عقد الإيجار تكون واضحة محققة الوجود محددة القيمة حالة الأداء. آخر شرط مطلوب في العقد الصالح لوضع الصيغة التنفيذية عليه إن مدته ما تزيدش عن 9 سنين. ودي كانت شروط وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار، ولو أي شرط فيهم ناقص يبقى العقد مجرد اتفاق عادي مش سند تنفيذي ملزم لكل طرف من أطراف عقد الإيجار. ثالثا، خطوات التنفيذ بعد انتهاء العقد. بعد انتهاء عقد الإيجار اللي تم وضع الصيغة التنفيذية عليه، المالك محتاج يمشي في خطوات قانونية بسيطة لكنها مهمة. أول حاجة، بيبعت إنذار على يد محضر للمستأجر بضرورة الإخلاء. تاني حاجة، بيجهز أوراقه يتوجه لإدارة التنفيذ. تالت إجراء، يعمل توكيل رسمي بالتنفيذ. وبعد كده الجهة التنفيذية بتحدد لي يوم التنفيذ وبيتابع مع المحضرين لحد ما يتم الإخلاء. وهنا لازم نعيد ونأكد على حضراتكم إن كمان الصيغة التنفيذية حماية للمستأجر مش حماية للمالك بس، فالمستأجر يقدر يلزم المالك بالاتفاق في عقد الإيجار في حالة خالف المالك أي نص من اللي اتفق عليه معاه بموجب عقد الإيجار. وإجراء وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار بيوفر وقت وجهد للمالك والمستأجر وبيخليهم يوصلوا لحقوقهم بسرعة، وبالتالي مهم جدا اتخاذه. وفي النهاية حابب أشكركم وكل المشتركين في القناة، واطلب منكم بكل حب الاشتراك للي لسه ما اشتركش عشان نقدر نستمر في تقديم المحتوى القانوني ده لحضراتكم. ويا ريت تشاركوا الفيديو ده مع غيركم عشان نوصل المعلومة الصح لكل اللي محتاجها. وفي أمان الله.